كل واحد ايه ربنا كاتب له على حاجه، وانا راضي باسمتي اول حاجه. ومش بيه مثلا بيقول لك ايه سيب العيش لخباز، انا دي مهنتي، ما ينفعش اروح مهنه واحد تاني واشتغل فيها. كل واحد بيبقى شاطر في مهنته. يعني انت قصدك ان انت ما كنتش تحب تشتغل شغلانه تانية؟ انا عن نفسي ما جربتش اشتغل شغلانه تانية، لان انا حبيت الشغلانه ديت. زي ما قلت لك في اول الحلقه، انا وارثها ابا، يعني ابويا كان شغال فيها وانا ايه لا اتعلمت فيها. بقول لك يا ريت ولادي ما يتعلموهاش، يا ريت ولادي ما يتعلمهاش. طب يبقوا شاطرين في المدرسه، يبقوا شاطرين في المدرسه. انت ما اتعلمتش؟ ما لهمش دعوه بيا. ما اتعلمتش؟ انا اتعلمت. دخلت لحد فين؟ وصلت لغايه الكليه. دخلت كليه كمان؟ كليه ايه؟ كليه حقوق. وخلصت؟ طلعت من السنه تانية كليه. ليه ما كملتش؟ انا بقى توفى وبقى ولقيت اخواتي عاوزين يتجوزوا، فاضطريت ان انا ايه اجهز اخواتي. يعني انت كنت شغال فيها وانت بتدرس؟ وانا بدرس. وكنت بتصرف على الكليه منها؟ لو جات لك الفرصه تكمل تعليمك هتكمل تعليمك؟ لو جات لي فرصه هكمل. يعني ايه الفرصه بقى اللي تمنعك، الظروف اللي تمنعك انك ترجع تاني الكليه؟ الظروف اللي هتمنعني، لا لقيت ولادي بقى واحد في سنه 6 ابتدائي والتاني لسه مولود. عايز تتفرغ عشان تجيب لهم فلوس؟ عايز اشتغل عشان اجيب لهم. مش عاوزهم ايه يرجعوا نفس الهدى اللي انا وجعته. طب انت لو اتعلمت وكملت تعليمك ورجعت خدت الكليه تاني هتعمل ايه بيها؟ هتتوظف؟ هتشتغل في شركه؟ وانا برضه انا خدت الكليه هي زي تعتبر ماشيه في الدم. برضه انت مكمل الشغلانه دي بتحبها؟ طب انت امنياتك ايه؟ نفسك في ايه؟ نفسك في ايه؟ نفسي بعيالي اللي هم يبقى احسن مني. الف البلاد وغير كده وكده. العيال في الشوارع برضه ولادي. ايوه العيال في الشوارع ولادي. شغلانتك متعبه؟ هي متعبه بس برجع وبقول الحمد لله ادينا ايه اداه بتصرف على البيت اللي انا فيه. اصعب حاجه في الشغل بتاعك ايه؟ اصعب حاجه في الشغل لما بكون اخش الشارع ولا اخش شارعين وبلاقي الشغل. ما بتلاقيش شغل؟ بحس ان انا قرفان. وساعات بخش في شارع تبص تلاقي ربنا بيكرمنا وبنخلص فيه. ساعات بدل طول النهار الف وربنا ما يكرمنيش الا ابيع كيس. وباجي على اخر شارع ربنا بيروح يكرمني فيه. لما بتطلع من بيتك ايه الامنيه اللي بتتمناها وانت خارج من البيت وايه الدعاء اللي تدعيه؟ الامنيه اللي ربنا يسترها على اولادي وامي، هي دي امنيتي. والدعوه اللي بتدعيها لربنا في شغلك وانت طالع من البيت؟ دعوه بقول يا رب ارزقني، امد حمولك عليك يا رب.